شايقي بقى غنمايه لطنقلاوي ولدت ليه صخلتين ما شاء الله. يوم من الايام الطنقلاوي نسى خلى الباب فاتح، الغنمايه طلعت من البيت جات ليه بيت الشايقي. طبعا الشايقي مسكها والطنقلاوي واولاده اليوم كله قاعدين يفتشوا في الغنمايه دي ما لقوها. في النهايه الطنقلاوي جا راجع للشايقي قال له والله الغنمايه اللي بعتها لي ديك راح وسع اولاد الصغار دي اللي بيومين ما قاعدين يرضعوا وقاعدين يكوركوا. الشايقي قال له خلاص انا ابيع لك وخدها. طبعا باع له نفس الغنمايه ما بعد حلق لها وظبطها. الدنقلاوي اشترى الغنمايه جابها البيت، مما فتح الباب كده الصخالات بدوا ينطط من الفرح جارين برضعوا. الدنقلاوي مبسوط قاعد عين. الشايقي قام قال للدنقلاوي شايف انا ما قلت لك الخال مع والدي. آدم جوا. الروبي سايق له وكسي لبن عمل حادث مع فوركس فور كسر سنونه اللي قدام ديل كلهم. قاموا اهله جابوه المستشفى قعد له زي شهر كده بقى نصيح رجعوه البيت. عنده صحبانه كده كان بيسرق معاهم غنم، لكن من ما عمل الحادث ده كل ما يسرقوا غنم بيقبضوه بس وديلك بيجروا. صحبانه ساقوه ودوه المستشفى قال له زول خلي الدكتور ده يشوف لك كرعينك ديل معلوم. الدكتور قال له مالك؟ قال للدكتور والله بسبب كرعيني ديل ولا قادر اكل ولا قادر اشرب ولا قادر يجري. الدكتور قال له ولا قادر تاكل دي عرفناه ولا قادر تشرب دي عرفناه، لكن سنونك علاقتهم بتجري شنو؟ قال للدكتور قال له دكتور انا عبد السروال ده كيف؟ انا عبد السروال ده كيف؟ آدم جوا.